أوقات كتير بيبقى عندي لاب وعندي مثلًا الكمبيوتر بتاعي وعايزة أنقل حاجة من هنا لهنا من غير فلاشة ومن غير هارد ومن غير كل الحاجات دي، أو مثلًا محتاجة إن أنا أنقل الحاجات اللي موجودة عندي على الجهاز لجهاز تاني برضه مثلًا علشان هاغيّر الجهاز بتاعي خالص، ففي الحالة دي بنحتار وبنفضل بقى ننقل عن طريق الفلاشة أو الهارد أو كل الحاجات دي. وفي نفس الوقت ممكن برضه تبقى حاجة بسيطة لا تستدعي إن أنا أفتح هارد وأطلّع فلاشة وأنقل وكل التفاصيل دي، لكن هاقول لك هتعمل إيه بموقع يعني بسيط جدًا ومجاني، وفي نفس الوقت هنتكلم عن موقع تاني خالص، يعني هنتكلم عن موقعين مهمين ومجانيين، فهتشكرني مرتين، المرة الأولى علشان هُم مجانيين، والمرة التانية علشان هُم مفيدين، فتعالوا نعرف إيه هُم الموقعين دول وإزاي نستفيد منهم. أولًا كده أنا عندي أول موقع اسمه send anywhere. طيب الموقع ده عبارة عن إيه؟ هو ده بيساعدني إن أنا أبعت لأي جهاز كمبيوتر، مش لازم يبقى جنبي ولا أي حاجة، أنا محتاجة إن أنا أبعت لجهاز كمبيوتر. طيب زي ما قُلت لك في المقدمة أنا أحيانًا عندي الكمبيوتر وعندي اللابتوب بتاعي، فأنا عايزة أنقل حاجة معينة، فتعالوا مع بعض نعرف إزاي إن أنا هاكون باستقبل أو بابعت عن طريق الsend anywhere الويب سايت ده. فأنا دلوقتي أهو جايبة اللاب تمام، وهنجرّب مع بعض يعني الكمبيوتر واللاب زي ما أنتم شايفين، وهنشوف مع بعض إزاي هاقدر إن أنا أعمل بده وبده. أولًا كده أنا أهو زي ما أنتم شايفين فاتحة الموقع، كل اللي عليّا مثلًا إن أنا لو عايزة أبعت من الكمبيوتر لللاب، فهاجي هنا عند الsend وهاضغط على علامة الplus دي، هيبدأ بقى إن هو يفتح لي إن أنا أختار من أي folder بقى اللي أنا عايزاه. لكن أنا مثلًا دلوقتي خلّيني أهو هاجي هنا هاخد ده كده تمام، وهاحطه هنا، فبالتالي هاضغط هنا على send أوكي، هاقول له skip هيبدأ يطلّع لي رقم أو QR code. فأنا دلوقتي هاعمل إيه، هاجي برضه على اللاب هنا وأنا فاتحة ثانية كده أهو، أنا فاتحة نفس الحاجة تمام، هاجي بقى إن أنا هاعمل إيه، هاجي من الsend من الreceive هنا، ما هو الكمبيوتر هيبعت واللاب هيستقبل، فأنا هاعمل إيه، هاجي من هنا من عند receive تمام، وهابدأ أكتب الرقم اللي طلّعه لي على الكمبيوتر اللي هو 5 3 6 5 4 1 5 4 1 وبعد كده هاضغط على علامة السهم اللي موجودة هنا. هابدأ بعد كده إن أنا هاقول له skip عادي، هاقول لكم هاقول له أوكي تمام، بالشكل ده هالاقيه نزل عندي، هاوريكم دلوقتي بس أنا اللي مش شايفة، فأهو هالاقيه إن هو نزل عندي في الdownloads هافتحه تمام، بالشكل ده، وهاقول لكم برضه إزاي إن أنا أبعت من اللاب للكمبيوتر عشان تشوفوا بشكل أوضح، أهو ده الQR code اللي أنا حبيت إن أنا أبعته، أهو موجود. طيب تعالوا مثلًا إن أنا هابعت الQR code ده من اللاب للكمبيوتر عشان لو ما شفتوش إزاي باعمل receive لو ما كانش واضح، أهو من هنا هابدأ من تاني وهادخل بعد كده أهو من اللاب عندي هابدأ أقول له send هاسحب مثلًا نفس الQR code بتاعي أهو، هاخده هاسحبه drag وdrop بالشكل ده وهاقول له send تمام، أول ما هيطلّع لي الرقم هنبدأ بقى نشتغل على الكمبيوتر، أهو طلّع لي الرقم ده تمام، فأنا هابدأ آخده بقى وأحطه على الكمبيوتر عندي، فأنا هاستقبل بقى يعني الكمبيوتر مش هيبعت، الكمبيوتر هيستقبل، فزي ما قُلت لكم من receive هنا تمام، وهاقول له 8 4 1 3 اتنينات بالشكل ده، وأضغط على علامة السهم دي أهو هيعِد بس دول
skip وهيبدأ يعمل لي داونلود أهو عندي أهو الQR كود بتاعي أهو اللي أنا بعته واستلمته في أقل من كام ثانية أصلا. يعني الموضوع بسيط جدا جدا. يمكن أنا علشان حبيت أوريه لك على اللاب مرة وعلى الكمبيوتر مرة فعلشان كده أخدنا وقت، لكن هو الموضوع بسيط جدا. وطبعا بياخد شوية وقت لو الحاجة أكبر، يعني دي يعتبر صورة وفي نفس الوقت الموضوع مش صعب، يعني دي صورة عادي. فلكن لو مثلا ببعت فيديو أو حاجة فأكيد هياخد وقت. طيب ده بالضبط الويب سايت الأولاني اللي أنا كنت أقصده في المقدمة. الويب سايت التاني عندي هو إن أنا دلوقتي لو باشتغل على version 25 وبعد كده حبيت أبعت البروجكت اللي أنا اشتغلت عليه لحد تاني بس عنده النسخة الأقل، عنده مثلا 24، أو مثلا باشتغل على الكمبيوتر وعايزة آخد البروجكت بتاعي إن أنا أشتغله على اللاب، بس اللاب يعني الكمبيوتر 2025 الفيرجن لكن اللاب مثلا 2020 مثلا. طيب في حالة زي كده النسخة اللي على اللاب مش هتقدر تفتح البروجكت بتاعي علشان هتقول إن هو مستخدم فيرجن أعلى. طيب علشان نبقى فاهمين كده، لو نسخة البريمير اللي عندي هي فيرجن عالي فهتفتح كل الأقل، تمام؟ لكن ما ينفعش يبقى عندي فيرجن 2024 من البريمير وأجيب له بروجكت 2025، طبعا مش هينفع. ليه بقى؟ لأنه بيبقى عمل أبديتس، عمل حاجات كتير قوي، فطبيعي مش متوافق. لكن لما من أعلى لأقل طبيعي هيقبل، لكن من أقل لأعلى دي طبعا لأ. فأنا دلوقتي هعمل إيه في حالة زي كده؟ عندي الويب سايت ده اسمه بريمير برو بروجكت أونلاين كونفرتر، هسيبهولك برضو اللينكات بتاع أي ويب سايت أنا بتكلم عنه هتلاقيه في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف. المهم إن دلوقتي الويب سايت ده بيعمل كونفرت. يعني إيه؟ لو أنا مثلا رفعت له بروجكت بفيرجن 2025 بيعمل كونفرت لنسخ أقل، تقدر بقى تفتحه على أي نسخة أقل بعد كده. تعالوا مثلا أهو عندي البروجكت ده هاخده دراج ودروب هنا كده، تمام، وهقول له داونلود فايل. بالتالي لو أخدته فتحته على نسخة أو على فيرجن أقل في البريمير هيفتح معايا عادي جدا وكل حاجة. طبعا ما تنساش إن أنت تعمل البروجكت مانجر، إن أنت تبقى أخد الداتا بتاعتك معاك علشان يبدأ يعمل لينك للماتيريال ويبدأ يفتح لك البروجكت. لكن عامة الويب سايت ده عرفنا إزاي إن أنا أكون بقلل من البروجكت بتاعي لو هو مثلا بفيرجن عالي علشان هشتغل عليه بفيرجن أقل. وده بالظبط كده كانوا الموقعين بتاع درسنا النهارده. أتمنى تكون استفدت ويكون الموضوع وصلك بشكل مبسط. ولو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو أول مرة تشوفني، وما تنساش برضو تفعل زرار الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشن كل سبت وتلات إن في درس جديد نزل الساعة 10 مساء. وما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات واقترح عليا لو في حاجة تحب إن أنا أتكلم فيها.